مساء الخير يا عبد. خلاص ماتش وانتهى، بطولة وخلصت، حلم وصحينا منه على كابوس مرعب لازم نكون عارفينه وعارفين أبعاده. لازم نعرف إن إحنا بعيد قوي، لازم نعرف إن إحنا ناقصنا كتير قوي، لازم نعرف إن اللي اتعمل امبارح كان فضيحة وكان عار، وصمة عار في جبين منتخب مصر إلى أن تقوم الساعة. بإحصائيات الماتش اللي اتنشرت دي، لا 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 لا، دي وصمة عار في تاريخ وجبين المنتخب المصري. مش ده المنتخب اللي ما يعملش الا شوطة واحدة في طوال 100 دقيقة، ما تجيلناش الا شوطة واحدة بس. بيلعب مكتمل العدد، بيلعب بكامل نجومه بالصف الاول، نجوم الانديه المصريه والمحترفين وكل حاجه، ونلعب ماتش بالسوق ده وتطلع الاحصائيات بالارقام دي. لا لا لا، ده احنا بعيد قوي. وايه اللي عملوه بعد الماتش؟ ايه اللي الكابتن حسام طلع يقوله بعد الماتش ده؟ ايه الكابتن حسام طلع يتباهى بالتاريخ؟ واحنا هنفضل ايه لحد امتى نتباهى بالتاريخ يا جماعه وننسى الحاضر وننسى المستقبل؟ هنتنينا مركزين في التاريخ، عايشين ان احنا فرعنا و7000 سنه وعندنا 7 بطولات، والاقي اللعيبه مع الكابتن حسام طالعين لي يعملوا كده وهم خارجين قدام الكاميرات، والكابتن حسام بيتكلم في المؤتمر مصر عندها 7 بطولات. ايوه يا عم، انت مصر عندها، مصر احنا عايزين، احنا هنوصل لكام؟ مش مصر عندها، عايزين نشوف احنا هنوصل لكام. ما ينفعش نقعد نبكي على الاطلال ونقول احنا واحنا واحنا. خلاص يا جماعه، الكل بيتقدم واحنا عمالين نرجع نقول عايشين على الماضي، عايشين على الماضي. ما هو ما ينفعش، ما ينفعش، احنا بعيد قوي، احنا فارغين، احنا عار والله بجد. اللي حصل فينا امبارح ده وصمة عار بجد. ما ينفعش اسم ومكانة وقيمة منتخب زي منتخب مصر ما يعرفش يطلع بالكرة ويكمل هجمة. يا راجل ده ما فيش، الاحصائية امبارح بتقولك ان ما فيش هجمة مكتملة، ما فيش هجمة مكتملة بتلعب بكامل النجوم والصف الاول وكل حاجة. يعني كده المنتخب التاني بتاعنا في كاس العرب كان معاه حق بقى، عادي يعني، ما هي من فشل لفشل ومن سيء لأسوأ يعني. هنلوم ليه بقى المنتخب اللي لعب في كاس العرب؟ اذا كان المنتخب وصفوه لعيبه المنتخب امبارح ما كانتش عارفه تباصي الكوره قدام منتخب يعني اتعادل مع الكونغو، اتعادل مع الكونغو، وما تسالنيش ازاي بقى، الله اعلم هو اتعادل معاها ازاي. والله بجد يعني انا ما اعرفش منتخب السنغال ده ازاي بيتعادل اساسا يعني. طول الماتش بسم الله ما شاء الله، رايح جاي رايح جاي، ضغطك في نص ملعبك في اخر 40 متر وانت مش عارف تعمل، لا حول ليك ولا قوه، ما بتعملش اي حاجه، مفيش. لو بصيت شفت الماتش التاني بين المنتخب المغربي ومنتخب نيجيريا، تعرف ان احنا بعيد، بعيد جدا، بعيد بمسافات كبيره، مش قريبين والله، بعيد قوي، احنا بعيد قوي، احنا في حته تانيه خالص، احنا في حتة تانية. امبارح منتخب نيجيريا ومنتخب المغرب عملوا مباراة للتاريخ، وحتى لو خرج المنتخب المغربي ده اسمه خروج المشرف. حتى لو كان خرج كان محدش هيبقى زعلان، كله هيقول لك عملوا اللي عليهم وأدوا ما عليهم. انا مش بلوم اللعيبة لان دي امكانياتهم، دي امكانياتهم ودي القماشة بتاعتنا، بس كان في افضل من كده بكتير. مدير فني مش قاري المباراه، مدير فني بيلعب بدون اي خطه تكتيكيه، شويه الحماس اللي عنده خلاص بس كده. نعمل ايه لو طلع الشوط الاولاني 0-0؟ لا ما نعملش حاجه، هنكمل. مفيش خطه معموله، هو بيلعب كده. وقت ما يجي فينا هدف بقى نبتدي نتحرك ونبتدي نشوف الشغل. طب وليه تسيب نفسك لكل ده؟ ما تبدا انت، ليه ما تبقاش المبادره من عندك؟ طول عمر منتخب مصر بينزل يهاجم. مصر لما منتخب مصر يلاعب اي فرقه افريقيه او اي منتخب افريقي بينزل طبيعي باسمك ومكانتك وقيمتك الكبيره والتاريخيه و7 بطولات وكبير القاره، لا لازم تنزل تهاجم. ما ينفعش السنغال تبقى يعني تبقى شغلانتنا. احنا الشغله بتاع السنغال السنين اللي فاتت، السنغال واخدانا شخشيخه في ايديها. ما ينفعش، ما ينفعش. امبارح المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري عملوا مباراة تؤكد لك ان احنا يعني ما عندناش ب2 جنيه كورة، ما لعبناش ب2 جنيه اقسم بالله، بمحترفيننا بقى، بالكبار بالصغيرين، مش عايزين نغلط في حد، ولكن لا، في مدربين كان معاهم حق تقعد الناس دي، هم كبار وكل حاجة، بس دول ما عندهمش بقى ايه الطبطبة والبتاع بتاع الكابتن حسام. لا،
دلوقتي اكيد في ناس كتير عرفت ليه ارن سلوت عمل كده وليه جوارديولا عمل كده. ودول المدربين مش اي كلام، مش حسام حسن، لا ده دول مدربين هتديني هنزلك تلعب، مش هتديني اقعد. عرفنا ليه كانوا بينزلوا بدلاء، وعارفين كانوا ليه بيقعدوا. لا لان مفيش مع المنتخب مش عارف بيقلبوا لعيبه دون المستوى ليه. مش دي اللعيبه اللي بنتفرج عليها اللي بياخد الكرة ويفضل يجري ويرقص ويعمل، لا شاطرين بس في التشويح، شاطرين في الاعتراض على الحكم ونجري حتى لو الكرة فيها خطأ، حتى لو الكرة اوفسايد، حتى لو الكرة ما تلعب على صفارة الحكم. انت ليه بتستنى لما يحصل حاجة وتجري على الحكم؟ ده اللي احنا فالحين فيه، نجري والكابتن حسام يتخانق والكابتن حسام يطلع في المؤتمر الصحفي احنا منتخب عظيم، احنا منتخب كبير. يا عم هو حد انكر؟ ده الناس كلها، ساديو ماني امبارح في تصريح قال لك منتخب اعظم منتخب افريقي وكل حاجه. الراجل بيرضيك علشان خاطر صلاح كان معاه في الفريق. يعني يمكن التصريح ده قاله مجامله بس مش اكتر، انما ككوره لا، انت بعيد عن الناس دي بمراحل، بعيد قوي ما تتقارنش. والله اللي شاف منتخب النيجيري امبارح والمنتخب المغربي مباراه تاريخيه، هجمه هنا وهجمه هنا وشوط هنا وشوط هنا. تشوف الاحصائيات اكتساح للمنتخب المغربي، بس المنتخب النيجيري عمل نسبه هتلاقيها متقارب الاستحواذ. الشوطات هتلاقي في تقارب في حتى لو كانت الشوطات بتاعت نيجيريا مش مؤثره زي المنتخب المغربي، ولكن على الاقل بيحاولوا. كان في كوره، كان في نسب استحواذ راحه وجايه، اختلفت في نص الشوط الاول عن نص الشوط الثاني عن نص الشوط الاول من الشوط الاول كده. يعني بص في اختلافات كتيره، هتلاقي المباراه راحه وجايه، مش فريق واقف في ال 18 بيدافع وفريق بيمسك الكوره. طبيعي اللي انت بتعمله ده لازم هتستقبل. يا ريت بعد ما هدينا وبعد ما شفنا كل اللي عندنا وعرفنا ان احنا ما عندناش كوره وما عندناش اي حاجه نقدمها تاني، وخلاص بقى الجيل ده لازم كله يتفور بقى ونبدا ننزل بالاعمار ونشوف جيل كده لكاس العالم. يا ريت مدرب يكون فاهم ويطلع من اللعيبه دي حرفيا كل اللي عندها. كابتن حسام الجرينتا مش كل حاجه في الكوره، الروح مطلوبه وكل حاجه، بس التاثير بتاعك لما يلاقيك ان انت مقصر في الملعب يطلعك. مش هيعمله كابتن حسام حسن نهائيا. انما لما يكون في مدرب له شخصيه ومدرب كبير يقدر يسيطر على اللعيبه دي ويطلع احسن ما عندها، والمقصر يتعاقب ويمشي من المنتخب عادي، مفيش مشكله، عادي. ادام مقصر اطلع من المنتخب، ما تنضمش عادي، ضم اللي يستحق. في لعيبه بصراحه كانت تستحق الانضمام وما انضمتش، وفي لعيبه انضمت مجامله وهي مش بتلعب اساسا في فرقها. ما تقعدش تقول لي لعيبه بيراميدز ومش لعيبه بيراميدز، اهو كل اللي كان موجود لعيبه صف اول. ما تقوليش بقى لا اهلي ولا زمالك، سيبك من شويه الهلافيط اللي بيطلعوا يعملوها اهلي وزمالك ويقول لك مش عارف ايه. الشناوي ضايع، الشناوي بقى له سنه ضايع، دي حقيقه محدش يقدر ينكرها، سواء بيعلى في ماتشين ثلاثه وطول السنه لا، مفيش. فانا معاك، فور واعمل اللي انت عايزه واستعد كويس لكاس العالم عشان ما تكونش فضيحه اقوى من الفضيحه اللي احنا عايشينها دلوقتي. عار في حق منتخب مصر ان احنا نشوف الكلام الاحصائيه اللي اتعملت امبارح ان منتخب مصر له شوطه في 101 دقيقه. عار، نسبه الاستحواذ وصلت 81-19 يا مسلم. يعني انت بس بتجيب تلعب كور تلعب ضربات مرمى بس. يعني لو نسبه الاستحواذ 19 عباره ان انت بتلعب ضربات المرمى فقط لا غير، ما عندكش اي حاجه، بتشتت وبتلعب ضربات المرمى وسنطرت، دي 19%. يا ريت الطايس والكابتن صلاح محسن، انت طالع تعمل سبعه انت عملت ايه ولا قدمت ايه يا كابتن صلاح محسن؟ انت طالع تهيس يعني مع الكابتن حسام؟ يعني انا استغربت لما كان كابتن المنتخب، يعني كابتن المنتخب صلاح محسن، لك ان تتخيل احنا وصلنا لايه، وطالع برضو يعمل لي علامه السبعه يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ما تستقيموا وتفكروا بعقولكم يا جماعه وتعرفوا مش ده المنتخب المصري يا جماعه، مش ده المنتخب السنغالي كان قدامنا بكامل نجومه وكان اقوى من الجيل الحالي بمراحل، وكنا بنعمل من قدام ماتشات جباره. كاميرون، سنغال، تيفوار، الناس دي كلها لا كان منتخب مصر كان بالنسبه لهم لا، كان خوف بجد ورعب ان هو يقابل منتخب مصر. دلوقتي لا، الكل بيتمنى منتخب مصر، عايز يلطش. اللي احنا شفناه امبارح جريمه وفضيحه في حق الرياضه وفي حق المنتخب المصري. يا ريت يكون في تفكير جدي، لو هنبتدي صح نفور نجيب مدرب فاهم وعارف وله شخصيه قويه وتسيبه يشتغل. السلام عليكم.